حاله انا كاتش ار انا عندي تارجت، عايز اجيب الاماكن الفاضيه عندي في الشركه واعين الناس، عايز مدير دلوقتي. طيب انا عشان انا عندي تارجت ومطلوب مني ومديري طالب مني، الاتش ار مانجر طالب مني اللي انا اهير مدير، قمت انا جايب مدير مش شاطر، ما عندوش كوميونيكيشن سكيلز، ما عندوش ليدرشيب سكيلز، ما عندوش اي حاجه خالص، وجه مسك 25 او 10 مثلا ايجنت تحت ايده. تعتقد ايه اللي هيحصل؟ تيرن اوفر بيعلى. يعني ايه تيرن اوفر اصلا؟ يعني حضرتك الناس اللي بتيجي تمشي. طب هو ده سببه ايه؟ سببه اول حاجه ان هم مش مبسوطين كفلوس، دي اول حاجه. تاني حاجه هم عندي مش مبسوطين ان مديرهم ما بيعرفش يهندل الامور دي خالص، فهتأدي اند ان هو هيحصل ايه؟ ان يقول لك انا هريزاين، انا هستقيل، انا مش انا همشي. ليه؟ عشان هو جاله اوفر تاني احسن بره. فانت دورك كاتش ار تحاول تخلي الموظف ساتسفايد، رايح بيته التاني، مش بيفكر اللي هو انا فلوس مش مقضياني، انا هقبض امتى، انا مديري النهارده جاي وهيستقصدني. انت النهارده ليك ابر هاند على الكلام ده كله. حضرتك الاتش ار هو اعلى شويه، بس هو زيه زي الماركتينج، زي السيلز، زي الحسابات، زيه زي اي اداره. لما بنيجي نسال الناس هو انتوا تعرفوا ايه عن الاتش ار، من ضمن الناس اللي جت قالت لي والله يا محمود انا اعرف ان الاتش ار ده هو اللي بيجي يعمل لي الانترفيو وبيقبضني بس كده، ما اعرفش اي حاجه ثانيه عن الاتش ار. هو للاسف هو الاتش ار ده جزء بسيط جدا 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 من اللي بيعمله. مش الاتش ار بس هو اللي بيجي يعين الموظف وبيجي يعمل لك الانترفيو ويجي اخر الشهر تشوفه في القبض، لا. تعال اعرفك اللي بيحصل في الكواليس. اول حاجه عندي الاتش ار بيجي يعملها حضرتك الجوب ديسكريبشن اللي انت بتقدم عليه، سواء انت بقى بتقدم على وظف او على لينكد ان، بتلاقي في حاجه اسمها جوب ديسكريبشن. ايه اللي مطلوب منك؟ ال8 ساعات اللي انا قاعدهم في الشركه دي ايه اللي مطلوب مني فيهم؟ هتلاقي كده 10 حاجات 11 حاجه. هو مين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ الاتش ار. تمام. هو اللي بيبتدي يجي يقول لك والله انت في ال8 ساعات بتوعك انت مطلوب منك، لو على سبيل المثال مثلا كسيلز كمبيعات، انت مطلوب منك انك تعمل اب سيل وانك تعمل كروس سيل وانك تعمل جرد، ولو انت تعرف تعمل ايداع في الفرع بالمبلغ اللي انت دفعت اللي بعنا بيه بنقدر نعمل كده. مين اللي بيعمل الجوب ديسكريبشن دوت؟ الاتش ار. الاتش ار بيعمل حاجه اسمها بلاننج. يعني ايه بلاننج او يعني ايه تخطيط الاتش ار؟ طيب النهارده الاتش ار هو اللي مسؤول ان هو عارف ان في موظف عندي هيطلع على المعاش الشهر الجاي. طيب خدنا الموظف ده طلع على المعاش، في مكان فاضي دلوقتي، هنيجي نهاير حد وانس ان الموظف طلع؟ فانتوا عارفين طبعا ان في بلاننج او التخطيط اللي انا عندي في حد طالع على المعاش الشهر الجاي. طيب اللي هيطلع على المعاش ده في مكان بتاعه هيبقى فاضي، اوكي؟ طيب المكان اللي فاضي دوت ايه اللي هيحصل فيه؟ انا قبليها بشهر انا مجهز حد حطه على التراك، مديله التريننج، وانس ان ده هيطلع على المعاش ده هيبقى مكانه. فهنا الاتش ار عنده مسؤوليه كبيره جدا 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 ان هو يعرف يجيب حد مرشح بالمواصفات المطلوبه منه. تمام. وخلي بالك ان حته ان هو يعمل فلتريشن للسي في اللي بتجيله، السي فيز اللي بتيجي كتير جدا جدا جدا. يعني النهارده مثلا انا لو فتحت لينكد ان وعملت فيكنسي وقلت والله ان في وظيفه كذا مفروض ان احنا طالبينها بكره، لو فتحت الميل بتاعي هلاقي 100 سي في. طيب ال 100 سي في اللي عندي دول انا دوري كاتش ار بعمل ايه؟ انا عايز واحد بس، بفلتر في ال 100 سي في وبشوف احسن حد فيهم وببتدي اللي انا اجيبه اعمل له مقابله، اعمل له انترفيو. طب انت عارف ان الاتش ار دوره ان هو يعمل لك تريننج ويعمل لك ديفلوبمنت في البروفايل بتاعك؟ طيب ليه؟ هو الاتش ار النهارده هديك مثال، والمثال ده واقعي وبيحصل. لو احنا النهارده في مجال السيلز والاتش ار جاب حد يشتغل في مجال السيلز، طيب ايه اللي بيحصل؟ بيصبر عليك شهر 2 3. طيب بعد ال3 شهور ايه اللي بيحصل؟ بيجي الاتش ار يقعد معاك يقول لك هو انت ليه ما بتبيعش يا فلان؟ هو انت في مشاكل معاك؟ تيجي تقول له والله بص هو انا مش عارف ازاي ابيع، انا فعلا بيواجهني مشاكل، ما اعرفش التايب اوف كاستمرز اتعامل معاها ازاي، مره عميل يخش لي اعرف ابيع له، مره عميل ما يعرفش يبيع له. طب الاتش ار اول حاجه بيعملها ايه؟ يوم جايب حد ترينر يوم مديك تريننج. طيب اداك التريننج وبعدين اللي بيحصل بيسيبك شهر، بعدين يجي يقعد معاك تاني، ها الدنيا احسن؟ لسه ستيل مفيش مبيعات. طيب هو هنا بيشوف الويكنس بوينت بتاعتك. طيب الويكنس بوينت بتاعتك لو انت اصلا مش حد عندك كوميونيكيشن او انت ما عندكش عندك بتخاف ان انت تقابل ناس، انك ما بتعرفش تتكلم مع حد، انت تعينت في المكان الغلط. فهنا بالتالي هيبتدي يشوف لك حاجه تناسب السكيلز بتاعتك في الشركه.
لو عايز تبدأ في مجال الاتش ار ابعت لنا اسمك ورقم تليفونك واحجز مكانك في الدفعة الجديدة. سكسس اكاديمي، اتأهل انجح.